تسمع الكلام وتصوم وتقول لي حاضر ونعم عشان انا خالتك، صح ولا لا؟ يلا امشي. انت بتضربي الواد وصوم وصومش. طب صوم انت يعني، ما ابدأي بنفسك انت. طيب بدل اللي انت لابساه ده في عز رمضان، في رمضان في رمضان. ماشي قوت لكم نقوا الحريم بقيت بتركبكم يلا روحوا بقى واحلى وشربكم اصله محطوط يا جدعان يا جدعان، ما تسيبوش الموبايلات للاطفال الصغيره، بيضروا نفسيهم. بصوا فيديو زي ده يعني، والله العظيم دي تلاقيها ما كملت 7 8 سنين. يعني انا مش عارف، انا اتصدمت. ربنا يا رب يسترها على عيالنا وعيالي وعلى عيال امه محمد. والله العظيم اللي بيحصل ده غلط جامد 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 بامانه. انا بس عايزه اعرف حاجه. ماشي اتفضلي، عايز تعرفي ايه؟ يا ليه الستات ما بتحبش تسمع كلام؟ والله ما عارف، اساليهم انت. يعني ايه المشكله لو قلت لجوزك حاضر ونعم واللي انت عايزه يروح قلبي يا عيوني يا حياتي يا عمري؟ هتموتي؟ لا ازاي مش هتموت؟ انصحيهم لوجه الله، الله يبارك لك. هيحصل لك حاجه؟ قلبك هيقف؟ ما تسمعي الكلام يا بنت انت وهي، في ايه مالك؟ بقول لك ايه يا استاذ؟ ايوه. الست ما بتسمعش كلام جوزها، دي حاجه حلوه؟ لا طبعا تستاهل اللي يجرى لها، حتى لو هو اتجوز واحده عليها تانية تستاهل اللي يجرى لها. شفتوا بقى؟ اسمعوا الكلام وخلوا عندكم دم. الله يبارك لك، كلامك محترم وسليم. اول ما سحبت حزامي بقى واتنطط قدامي. هم ايه؟ الفيديو اللي جاي بقى معانا موهبة بأمانة الله هتكسر الدنيا. مثلا ممكن اقلد هيفا مثلا. كلام جميل، هتقلد لنا هيفاء وهبي. يا ريت يا جدعان نركز عشان دي موهبة مدفونة. عايزني اقول لك اني دايبه من زمان في هواك وانت مش داري يا حياة قلبي كل مناه معاك عمري ما قلت الآه ولا ليلة هواك بنسى أنا كل كده ملك هواه. دي موهبة عايزة الحرق، اقسم بالله دي موهبة عايزة الحرق بأمانة. انتوا خدتوا بالكم المذيع قاعد اصلا، والله العظيم المذيع قاعد عايز يضحك من جوه بس مش عارف. ايه بس ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ هو اي حد بنطلعه على اي قناه في اي حته عبيله واديله بالكيلو؟ شيل الفلتر وتعالي نتكلم راجل لراجل. شلت الفلتر